السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أسولف لكم شلون حققت معدل 95 بالسادس إعدادي فقط بقراية بشهرين المراجعة أو شهر ونص المراجعة. قبل البدء اشتركوا بالقناة لكي تشجعونا على المواصلة ونشر المزيد من الفيديوهات. راح أتحدث لكم عن السادس إعدادي وشلون طلعت معدل عالي بقراية بسيطة. طبعا بالبداية أنا أول ما نجحت من الخامس إعدادي، أول ما نجحت كنت عندي طموح أدخل دورات تقوية على مود أطور من مستواي وأقدر يعني حالي حال بقية الطلبة. ولكن انصدمت بالواقع أنه أغلب الأساتذة ما شفتهم يعني مقتنع بيهم، لم أقتنع بأغلب الأساتذة طبعا لأسباب كثيرة ومتعددة. فلذلك استمريت فقط في مادتين، وذن المادتين هما الرياضيات والإنجليزي. أما المادتين الأخريين اللتين كنت قد اشتركت بهما فقد تركتهما منذ البداية. بعدين واجهت صعوبات. يعني شلون واجهت؟ بالرياضيات والإنجليزي كان مستوى فهمي كلش عالي بيهن، ولكن بقية المواد اعتمدت على نفسي وحاولت واجتهدت وطورت من مستواي كثيرا. ولكن تعرفون طالب السادس إذا الواحد صعب يعني يحقق معدل عالي. لذلك سويت اعتمدت على فيديوهات اليوتيوب. يعني كان اليوتيوب بوقتها مو كلش شائع، لذلك قليل يعني كان يفيدني كلش قليل، يعني مو كلش هواي. يعني استفادتي مو مثل حاليا. حاليا اشوف الطلاب جاي يستفادون وجاي يتفوقون بالمجال اليوتيوب بسبب الفيديوهات الموجودة والأساتذة والشرح المتميز. بعدين تقريبا من شفت روحي بالمدرسة تقريبا معدلاتي أغلبها زينة. طبعا بالبداية أنا ما كان عندي طموح أحقق معدل عالي، لذلك دخلت للامتحانات وبالي يعني أنا طبعا عدت بالسادس السنة الأولى، بالي مو يم الدراسة أبد، وحققت 84. طبعا قدرت أحقق 84 وأنا بالي مو يم الدراسة، وما كان عندي طموح أحقق معدل أبد. فحققت معدل متفوق ومتميز عجبني. يعني قلت خلنا أعيد ليش خسران، فعدت بالسنة الثانية نوعا ما أفضل. يعني صح أنا ما قريت ذيك القراية ليش من عنوان الفيديو، يعني مو ذيك القراية وأنا بتندم لحد الآن لأن كنت أقدر أوصل حتى 99. فرفعت من مستواي و... وطبعا بشهرين المراجعة وشهر ونص المراجعة شديت حيلي وقريت. طبعا شلون نصائحي بالنسبة لكم على مود تضبطون المواد؟ لازم تقرأ بتركيز. القراية بتركيز أهم من القراية بحفظ. الحفظ طبعا المعلومة تحفظها تنساها مرور الأيام، بس الفهم والتركيز لا، المعلومة تبقى محفوظة ومطبوعة بذاكرتك. قريت كل المواد ما هملت أي مادة وقراية مركزة. وطبعا ما أكذب عليكم يعني ما قريت 24 ساعة، لا. هسه اكو هواي طلاب يقولوا لكم لا احنا نقرا 24 ساعة، ما اعتقد اكو احد هيك يقدر. وحتى اللي يسوي هيك يفقد تركيزه، راح يقل تركيزه وما راح تنعكس بشكل سلبي عليه. فبالنسبة للطلاب لازم تقرأ على الأقل يعني 5 6 ساعات، على الأقل 5 6 ساعات. هذا الوقت أنا أشوفه كافي تحقق بالتسعين، لأن السادس ترى مو بعبع. السادس مو صعب لهذه الدرجة اللي الجاي يوصلوا لكم إياها. يعني السادس صف هو حاله حال بقية الصفوف. يعني كان يكون يعني الصفوف اللي مرت عليكم سابقا أو اللي راح تاخذونها بالمستقبل من توصلون المراحل الجامعية وغيرها. فهاي رحلتي بالسادس. طبعا أنا حققت معدل 95 ويعني رضيت بهذا الشيء اللي حققته ومقتنع به، كلش مقتنع به. فبالنسبة لبقية الطلاب أي معدل يجيك طبعا لا تحزن أو لا تضوج، خصوصا أنت إذا بذلت جهد لا تضوج، لأن أنت قدامك مستقبل زاهر وطويل، يعني تقدر تعوض ما دام المستقبل طويل قدامك. فوصلت إلى هنا إلى ختام الفيديو. قبل الختام لا أريد أن أثقل عليكم، ولكن أريدكم أن تشتركوا في القناة وتشجعونني بزر اللايك حتى أستمر، لأن هذا الاستمرار سوف يزيد من تفاعل القناة ووصول القناة إلى المشتركين
آخرين وكثيرين. فلا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.